محضر مناقشة رسالة ماجستير. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي المرقم 7/18 على 13416 والمؤرخ في 22/5/2016، والمؤلفة من السادة الدكتور سالم يعقوب يوسف، استاذ مساعد اللغة والنحو كلية التربية العلوم الإنسانية جامعة البصرة رئيسا، والدكتور مرتضى عباس فارح، استاذ مساعد اللغة كلية التربية العلوم الإنسانية جامعة البصرة عضوا، الدكتور أحمد علي حنيحن، استاذ مساعد اللغة كلية الآداب جامعة قطار عضوا، الأستاذ الدكتور فاخر هاشم سعد الياسري، أستاذ اللغة والنحو كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة البصرة عضوا ومشرفا. بمناقشة طالب الدراسات العليا عبد الحي عبد النبي زيابة حول رسالته الموسومة أفعال الحركة للطبيعة في التعبير القرآني في يوم الخميس الموافق 30/6/2016، واستنادا إلى الفقرة 5 من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا، وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوع رسالته ودفاعه عنها، اتخذت اللجنة التوصية التالية: قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها والمثبتة قيا وبتقدير امتياز.